عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
الشعب. فإذا رفع المسلم يديه إلى السماء وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء قبل الله تعالى منه الدعاء. فعليك أن تحسن الظن بالله تعالى في هذه الأيام، فحسن الظن بالله تعالى يجعل الدعاء مسموعا ويجعل العمل مرفوعا ومتقبلا عند الله تعالى. وفي النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، والتحول والتوجه والتحويل هو أن يتحول الإنسان من حال إلى حال. والتوجه يكون إلى ثلاثة أشياء: التوجه إلى الله، والتوجه إلى دين الله، والتوجه إلى بيت الله. التوجه إلى الله تعالى يقول الله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. والتوجه إلى دين الله قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. والتوجه إلى بيت الله تعالى وذلك في فريضة الصلاة لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وتوقف العلماء عند هذا التوجه والتحول في القرآن الكريم. ما هي الغاية من التوجهات إلى الله تعالى وإلى دين الله وإلى بيت الله؟ يقول العلماء بأن الله تعالى أمر حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه وهو في الصلاة إلى بيت المقدس، ثم أمره بعد ذلك أن يحول جهة الصلاة إلى بيت الله الحرام. وكما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال، كذلك يجب على المؤمن في ذكرى تحويل القبلة أن يتوجه من حال إلى حال، أن يتوجه من المعصية إلى الطاعة، وأن يتوجه من الفرد إلى الجماعة، وأن يتوجه من الإيمان إلى الإحسان، ومن الإحسان إلى الإيمان. فالتوجه هو التغير من حال إلى حال والتحول من الحسن إلى الأحسن. حتى قال أحد العلماء: يا رب، كما حولت محمدا صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، حول حالي من حال إلى حال. فاللهم يا رب العالمين حول حال المسلمين من حال إلى حال، من الحسن إلى الأحسن ومن الفاضل إلى الأفضل. فالغاية من تحويل القبلة ليعلم الله تعالى الفاضل من الأفضل والحسن من الأحسن والمؤمن المحسن من المؤمن الضعيف. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فكان تحويل القبلة اختبارا وابتلاء وفتنة للناس، كل الناس، ليعلم الله تعالى المؤمنين الصادقين
فآمنوا وصدقوا واتجهوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، وقال الله عنهم: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فكان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام كبيرا على النفوس إلا على المؤمنين الذين يستقبلون أوامر الله تعالى بعشق وبحب لتكليف الله تعالى. وأما المشركون فقالوا: رجع إلى قبلتنا ويكاد أن يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فقالوا: ترك قبلة الأنبياء من قبله ولو كان نبيا ما تركها. وأما المنافقون فقالوا: ترك قبلة الأنبياء من قبله فلو كانت الأولى هي الصواب فقد تركها، ولو كانت الثانية هي الصواب فقد كان محمد على ضلال. فتبين المؤمن من العاصي والكافر من المنافق. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فانقلب اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون على عقبيه، وهدى الله المؤمنين الصراط المستقيم. كذلك استفاد العلماء من تحويل القبلة أن المؤمن إذا رضي باختيار الله تعالى له وترك لربه سبحانه وتعالى أن يختار، أرضاه الله تعالى في الدنيا والآخرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتجه إلى بيت الله الحرام، وذلك لأن قلبه معلق بالكعبة منذ طفولته. ولما أمره ربه سبحانه وتعالى أن يتجه إلى بيت المقدس أطاع الله تعالى وترك ما أحب، فجعل الله تعالى اتجاه المسلمين إلى بيت الله الحرام إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فاتجاهنا نحو بيت الله الحرام هو إرضاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رضي العبد عن اختيار الله تعالى أرضاه الله تعالى في الدنيا والآخرة. فالله تعالى يؤكد على إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة من تحويل القبلة. فلنولينك قبلة ترضاها، ولن يرضى رسول الله وواحد من أمته في النار. لذلك يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولن يرضى رسول الله وواحد من أمته في النار حتى قال أحد العارفين: سمعنا في الضحى لسوف ترضى، فسر قلوبنا هذا العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا
أنا عن يسار العرش فكأن الصحابة قالوا كيف يجلس رسول الله عن يسار العرش وهو حبيب الرحمن، وكيف يجلس الخليل عن يمين العرش وهو خليل الرحمن والحبيب أعلى رتبة من الخليل. فقال صلى الله عليه وسلم الجنة عن يمين العرش ويجلس الخليل عن يمين العرش والنار عن يسار العرش وأجلس أنا عن يسار العرش حتى أنظر إلى من يدخل النار من أمتي فأخذ بيده. وهذا من إرضاء الله تعالى لنبينا في الآخرة. فكما أرضاه في الدنيا بأن جعل اتجاه المسلمين لبيت الله الحرام إرضاء له صلى الله عليه وسلم، فسوف يرضيه في الآخرة ولسوف يرضيه ربنا فتوضا. كذلك توقف العلماء عند قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. فقال العلماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ينظر الى الارض، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. المره الوحيده التي رفع فيها بصره الى السماء في تحويل القبله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله تعالى في تحويل القبلة. ومما يذكر من تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في حياته أن سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان يجلس في يوم من الايام في روضه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وكان سيدنا حسان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا بالشعر. وكان سيدنا حسان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا. ففي يوم من الايام وهو جالس في روضه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته. فلما رآه سيدنا حسان قام واقفا فقال له رسول الله اجلس يا حسان ولا تعد الى مثل هذا مره اخرى. فمضت الايام وجلس سيدنا حسان في نفس المكان وخرج النبي من حجرته فوقف سيدنا حسان مره اخرى فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا بسيدنا عمر بن الخطاب يمسك بجلباب حسان ويقول له يا حسان اجلس فقد اطاع النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حسان الم انهى عن هذا من قبل؟ فقال سيدنا حسان عذرا رسول الله عذرا رسول الله عذرا لعين ترى هذا الجمال وهذا الجلال ولا تخف. فدل هذا على تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال سيدنا حسان قيامي العزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لقلبي وعين ترى هذا الجمال ولا تقوم. فنأخذ من تحويل القبلة التواضع والاتباع والرضا بأمر الله تعالى فيها.
شعبان ذكرى عظمة للمؤمنين في كل زمان ومكان يستلهمون العبر والأحكام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله تعالى وعلمه باسمه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولئن اتبعت أهواءهم
سمع الله لمن حمده الله الله